قلبك هو اللي هيكسبك الماتش. طول عمر ماتشات الاهلي والزمالك قلب، او الاهلي والمنافس قلب. اللي عنده قلب عنده بخت. كلها ايام قليله من الترقب والانتظار، وتنطلق مواجهه الديربي بين الزمالك والنادي الاهلي. شجع زملكاوي 40 سنه في حب الزمالك، 40 سنه ورا الزمالك في كل استاد في مصر وخارج مصر، عاوز يوجه رساله تحميسيه وتحفيزيه لنجوم الفريق. تقول لهم ايه؟ قلبك هو اللي هيكسبك الماتش. طول عمر ماتشات الاهلي والزمالك قلب، او الاهلي والمنافس قلب. اللي عنده قلب عنده بخت. انا بقول دايما احنا كنا بنبقى في السكواد اضعف. احنا مش سكواد اضعف، احنا عندنا سكواد اقوى للاسف، بس هم زي ما انا قلت لك خارج الملعب، خارج الخطوط، الحماس والضغط والميديا ويوقعك. لا، ما تبصش لحد، بص لجمهورك، بص لفانيلتك، بص انك تكسب ترجع تاني تبقى اول الدوري العام. ان شاء الله هتاخد البطوله، بس قلبك ومصفي النوايا وربنا يكرم. زي ما انا بقول لك، حماس، روح، حب الفانيلا، كله مع بعضه، كله يضغط مره واحده، كله يغطي على بعض. حماس، القلب والحماس والروح هي اللي بتجيب البطولات. بيخوفوا الاعلام، بيتكلم لك الاهلي في بن شرقي وامام عاشور وجاد شار ومش عارف ايه. كله رز. احنا ككوره بنقول لها رز رز، هم عارفينه. الحته الثانيه عارفه يعني ايه رز. كله اونطه، كل ده رز. بن شرقي مبطل، اسمع اللي بقول لك عليه، المزمنه، العضله المزمنه، واخد بالك؟ كل ده اونطه وكل ده رز، كل ده اعلام بس بيعلي. النهارده العب انت اقوى منه، نكسب، العب هنكسب. زمالك ما يخشش مباراه يخسرها. زمالك لو اللعيبه عايزه هتدي، والراجل ده عنده حاجات وعنده روح. ربنا يوفق بس الجهاز ده، وايمن عبد العزيز برضه ولاد النادي. وطبعا من عندك هنا انا بشكر امير عزمي ابن النادي. امير عزمي من الناس المحترمه، ضحى كتير وساب عقد كمدير فني وجه. واحنا بنقول يا امير متشكرين جدا على الفتره اللي انت توليت عليها، وان شاء الله ربنا يكرمك في الايام الجايه، والتوفيق للنادي ان شاء الله في الفتره الجايه.